واش يا اخوانا اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. حطيت واحد الفيديو على الدعم المباشر السكن وبزاف الناس سولوني، فمعظم الاسئله اللي تسولوا على ديك 10 الملايين. شرح لينا كيفاش 10 الملايين وعلى الفلوس الباقي. اذا هنا خاصك تعرف، مثلا انت باغي تشري واحد الدار، انت من الطبقه المتوسطه، فديك الدار اللي غتشري لها كانت اقل من 30 مليون غادي نعطيوك هذيك 10 الملايين، هنا واضحين. فملي غادي نعطيوك ديك 10 الملايين بقات 20 مليون راك كتخلصها نتايا. فماشي انه هما غيعطيوك 10 الملايين وديك 20، ما فهمتش انا هاد التفكير كيف كاين. المهم انت خاصك توفر ديك 20 مليون، واخا انت ما عندكش منين تجيب هذيك 20 مليون وخدام. يعني ما موفرش 20 مليون ولكن خدام. الدوله بغاتك دير كريدي، انت يا غدير كريدي عوض انك غدير فيه دار كامله 30 مليون غادي دير فيها 20 مليون، وغادي تبقاو تابعينك دوك لي زانتيري دوك الطريطات. وخاصك تعرف بانه مؤخرا كانوا الناس ما بقاوش كياخذوا الديور بسبب الارتفاع ديال الضريبه او التيفيه اللي كانت طلعات مؤخرا بسبب التضخم. فولاو الناس ما بقاوش كيزعموا على الديور. فكنتي انت الا بغيتي تاخذ مثلا دار ب 30 مليون لي زانتيلي ديالها غطلع لك غاليه، فالدوله حاليا كتعطيك 10 الملايين وكتقول لك ودي دير كريدي ديال 20 مليون، وديك الساعه بقى مقابل الطريقات ديالك. وانا ما كنصح حتى واحد انه يمشي يدير كريدي، انا غير كنوضح بعض النقط على السؤال اللي كيسولوني الناس، يعني واش الدوله غادا تعطيك هذيك الفلوس كامله ولا لا. انت ملي غتبغي تشري دار غادي تاخذ اما 10 الملايين ولا 7 الملايين على حسب ديك الدار ديالك، والفلوس الباقيه سير كملها انت. عندك باش تكمل من جيبك تبارك الله، ما عندكش كيقول لك ودي غادي تهز كريدي. والله ما يسر جميع. وكيف العاده اللي عندك شي سؤال ولا ما فهمتيش شي حاجه ولا زربت في الفيديو خلي لينا في التعليق.